كان من ضمنهم مسابقة السماوات والأرض اللي كانت بتنظمها شركة نيكون ايجيبت مع المصور الكبير جدا أستاذنا الكبير سامي العلبي، والحمد لله كنت فزت فيها بالمركز الثاني. كان في مسابقة تانية برضو تبع لأكاديمية البحث العلمي، الحمد لله فزت فيها بالمركز الأول في فئة تصوير العلم الفلكي. كان في مسابقة تانية برضو عالمية بينظمها المصور العالمي ألين والاس، اسمها مسابقة ويتنز، ودي كنت فزت فيها برضو بالمركز الأول الحمد لله، عن صورة المذنب ليوناردو مع الأهرامات. ودي كان طبعا من ضمن الحاجات يعني كنت طاير من الفرحة ان انا يعني مصور عالمي زي ألين والاس، وبرضو في صور كتيرة جدا جدا بتوصل له كل شهر، فانا صورتي تبقى هي المركز الأول، فحاجة كانت جميلة جدا جدا جدا. كان في برضو يعني في يوم من الايام كده لقيت في يعني ناس اصحابي عاملين لي منشن على صفحه سكرين ميكس، وطبعا كلكم عارفين صفحه سكرين ميكس يعني من ضمن اكبر الصفحات على الفيسبوك في مجال الميديا. لقيتهم ناشرين صوره ليا بتاعت برضو الاهرامات مع مذنب ليوناردو، ويعني مش عايز اقول لكم الصوره انتشرت انتشار رهيب جدا جدا جدا. يعني كان يعني من ضمن اسعد ايام حياتي هي الايام دي لما لقيت الصوره الحمد لله بفضل الله انتشرت في كل حته، سواء هنا في مصر او في الوطن العربي او حتى عالميا بره. فلدرجه ان لقيت ناس بتكلمني مخصوص بتقول لي انت صورت الصوره دي منين، وعايزين نيجي نزور مصر عشان نشوف المنظر الجميل ده. وكان طبعا حاجه جميله جدا جدا. وفي يعني مصورين محترفين ابتدوا ان هم يكلمون عشان خاطر يعرفوا برضو ايه هي التكنيكس او الاساليب اللي انا عملتها او استعملتها عشان خاطر اطلع الصورة بالطريقة دي، وان كل جزء في الصورة يبقى واضح جدا. والصورة الحمد لله بفضل الله كانت الحمد لله جميلة، ولقيت قبول كبير جدا جدا بفضل الله. ده بجانب طبعا ان في جروبات كتير يعني الحمد لله الصور بتاعتي بتنتشر فيها، والحمد لله يعني ليها قبول كبير جدا الحمد لله فيها. فده بفضل الله طبعا. اولا واخيرا الكورس بتاع لونج ان شاء الله هيتكلم في اساسيات التصوير الفوتوغرافي في البداية خالص، عشان خاطر اللي لسه مش عارف يمسك كاميرا او حتى يصور بالموبايل صور كويسة، ومش عارف حتى يستعمل الوضع اللي هو وضع البروفيشنال او وضع المانيوال مود على الموبايل. ان شاء الله هنشرح كل الحاجات دي في الكورس التصوير الفوتوغرافي اللي هو هيبقى في البداية خالص، قبل ما ننتقل ان شاء الله لموضوع التصوير الفلكي. هتعرف ايه هو الاكسبوجر ترانجل او مثلث التعريض، هتعرف معنى كلمة ايزو، معنى كلمة شاتر سبيد او زمن التصوير، معنى كلمة ابريتشر او فتحة العدسة. هتعرف برضو ازاي تختار العدسات والكاميرات المناسبة بالنسبة لتصوير الشمس او القمر او السدم والمجرات او السماء عموما. وان شاء الله برضه هيبقى فيه تطبيق على ارض الواقع، الموضوع مش هيبقى مجرد كلام نظري وخلاص على كده، لا هيبقى فيه ان شاء الله تطبيق عملي لكل الكلام ده، عشان خاطر تعرف فعلا لو انت معاك كاميرا ازاي تستعملها، لو انت معاك موبايل وعايز تصور بيه صور للقمر او للسماء ازاي انت تقدر فعلا تطلع صور كويسة منه باذن الله. هنعرف مع بعض ازاي تقدر تحدد اعدادات التصوير المناسبة لو انت عايز تصور القمر، وكمان لو انت عايز تصور الشمس. هتعرف برضو ايه هي المعدات المناسبة عشان ما يكونش فيه اي ضرر لعينك او للكاميرا اللي انت بتستعملها لو انت عاوز تصور الشمس. يا سلام كمان لو احنا نقدر نشوف الانترناشونال سبيس ستيشن وهي بتعمل ترانزيت قصاد القمر او قصاد الشمس. انت مش هتشوفها، لا انت كمان هتعرف ازاي انك تصورها سواء فيديو او بالصور. باذن الله برضو في كورس علونجي للتصوير الفلكي هتعرف ازاي تصور السدم بانواعها المختلفة، وهتعرف ايه الفرق ما بين الترو كولر والفولس كولر، وهتعرف برضو ازاي تستعمل الستار تراكر وازاي تقدر تجمعه وتعمله انستولينج، وازاي تعرف تعمله الاينمنتس مع بولاريس عشان خاطر تعرف تعمل تراكنج للنجوم لفترات طويلة. هنعرف برضو ان شاء الله اي برامج فلكية خاصة بتحديد اماكن النجوم او السدم او المجرات، زي مثلا برنامج ستيلاريوم هنتكلم عنه بالتفصيل، وهنعرف من خلاله ازاي انت تقدر تحدد الاوبجكت او الحاجات اللي انت عايز تشوفها في السماء. وبرضو ان شاء الله البرامج الخاصة بكل الستار تراكر او الحاجات الادفانسد شوية زي الجوتو ماونت، وهنعرف طبعا معنى الكلام ده كله في الكورس. ازاي لو في برامج انت تقدر تسطبها على الموبايل بتاعك او اللابتوب بتاعك عشان خاطر تعرف تتحكم في الاجهزة دي، وازاي انت تقدر تصور النجوم بيها والسدم والمجرات المختلفة في السماء. كل المحتوى بتاعنا ان شاء الله هيبقى باللغة العربية عشان خاطر يوصل لكل الناس سواء هنا في مصر او في الوطن العربي باذن الله، عشان خاطر المحتوى الاجنبي طبعا يعني مليان على اليوتيوب، وفي طبعا ناس كتير جدا اتكلموا عن الموضوع ده.
بس انا لاحظت ان مفيش يعني مسار كامل من الصفر لغايه اما انت تحترف موضوع التصوير الفلكي. يعني تقريبا انك تاخد كورس عن الموضوع ده من الزيرو، يعني ما عندكش اي خبره فيه، لغايه اما تعرف يعني ايه تصوير فلكي، وازاي انت تقدر تختار المعدات المناسبه لموضوع التصوير ده. فيعني انا ما لاحظتش الموضوع ده كتير على اليوتيوب او على النت عموما، فحبيت ان انا اعمل المحتوى بتاعي ده ان شاء الله، ويبقى كمان باللغه العربيه عشان خاطر يوصل لكل الناس اللي تحب التصوير الفلكي هنا في مصر او في العالم العربي بتاعنا ان شاء الله. ويا رب المحتوى ده يفيد الناس كلها، ويبقى فعلا في مستوى توقعاتكم ان شاء الله باذن الله تعالى. وطبعا الكورس ده يعني الناس ممكن تسمع كلمة كورس فتقول ده يبقى فيه فلوس وكده، لا، هو الكورس ده مجاني، يعني ان شاء الله برضو مش هيدفع فيه فلوس. مجانا وما فيها فلوس، والله نفس المعنى، والله ذكي والله ذكي. طبعا الحلقات كلها ان شاء الله هتبقى متصلة ببعض، يعني ما ينفعش ان انت تختار موضوع من النص وتبدأ ان انت تتابعه، لان للأسف كل الكورس مبني بالكامل من بدايته لنهايته على بعض. فانصح طبعا ان الناس تشوف الكورس من بدايته وتتابع معايا ان شاء الله الحلقات اللي هنزلها. والحلقات باذن الله هتبقى عباره عن اجزاء صغيره، يعني الحلقه مش هتبقى ضخمه او كبيره قوي، هتبقى ان شاء الله تنزل في اجزاء من 5 دقايق عشان خاطر يعني نحافظ على الباقه طبعا، وما يبقاش في اي اهدار للباقه، او ان الحلقه يبقى فيها كلام حشو كتير على الفاضي من غير اي داعي. فان شاء الله الحلقات تبقى صغيره وظريفه كده، نتمنى طبعا انها تبقى ظريفه ان شاء الله وكويسه وتلقى قبول الناس كلها باذن الله. برضو باذن الله في قناه علومجي هنقدم جوائز ان شاء الله، مش ترابيزات بينج وبلياردو والكلام ده، لا، هنقدم يعني جوائز برضو ليها علاقه شويه بموضوع الفلك والفضاء والتصوير الفلكي. يعني ان شاء الله يبقى فيه جوائز مثلا زي التيشيرت ده كده، يعني تيشيرت وعليه بقى الكواكب بقى وشغل بقى الفلك والسماء والحاجات الظريفه دي. يبقى فيه لوح يعني مطبوع عليها الصور اللي انا بصورها، صورة مثلا زي صورة القلعة مع القمر. الصورة دي من الصور اللي أنا بعتز بيها جدا، تعبت قوي قوي في الصورة دي يا جماعة. وإن شاء الله في حلقة من الحلقات بتاعة علومجي يعني هنشرح إزاي أنا صورت الصورة دي وإزاي يعني طلعت بالمنظر ده. برضه من ضمن الجوائز طبعا طرس، يعني كل الناس اللي بتحب الفلك وبتحب الفضاء عارفة مين هو طرس، وعارفة طبعا فيلم الجميل جدا انترستيلر. طرس يعني هو كان الروبوت الموجود في فيلم انترستيلر، فأنا كنت عامل المجسم ده، يعني عامله في شركه مش انا اللي عامله بنفسي يعني. فان شاء الله باذن الله من ضمن الجوائز بتاعتنا برضو مجسم طرس اللي موجود قدامنا ده، ومحطوط طبعا عليه الاسم بتاع قناه علومجي عشان يعني نشتهر بقى وبتاع يعني. وبرضه في جائزه كبيره جدا ان شاء الله هتبقى معانا في القناه علومجي وصفحه علومجي على الفيسبوك، وهي تلسكوب. هو مش معايا دلوقتي يعني عشان خاطر محدش يقول ان انا بضحك عليكم بقى وكده، هي يعني في الطريق ان شاء الله. انا طلبتها من مصنع بيصنع تلسكوبات هنا في مصر، والمفروض انها جايه ان شاء الله في طريق الشحن يعني. فبرضه ده هيبقى معانا باذن الله من ضمن الجوائز بتاعتنا. بالنسبه للكره اللي عماله تنور ورايا دي ما اعرفش عنها حاجه، هي جايه كده ما اعرفش. تابعوا صفحه علومجي على الفيسبوك واعملوا سبسكرايب لقناه علومجي على اليوتيوب، واعرفوا ان شاء الله ايه هي المسابقات وازاي انت تفوز بالجوائز اللي احنا قلنا عليها دلوقتي. اتمنى ان شاء الله يعني ان الحلقه ما اكونش انا طولت فيها، او حتى يعني لو طولت فيها فاعذروني، بس عشان خاطر اعرف الناس القناه اهدافها ايه، وان شاء الله المحتوى بتاعنا يبقى عباره عن ايه. وبرضو الناس اللي ما كانتش تعرفني تعرف برضو الخبره بتاعتي في موضوع التصوير الفلكي ده. باذن الله اتمنى ان الكورس يفيد الناس كلها. وبعد الكورس ده طبعا يعني هنخش في نقاشات بقى تانية، ويعني هنتكلم بقى عن علوم الفلك والفضاء بالتفصيل، والانجازات بتاعت جيمس ويب، ويعني حاجات تانية كتير ان شاء الله انتظرونا هنا في قناة علومجي وصفحة علومجي. شكرا جدا ليكم، واشوفكم ان شاء الله في بداية الكورس الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.